يا أهلا بيكم يا محبي أفلام والمسلسلات التركية. في فيلمنا النهارده في ليلة هادية من ليالي إسطنبول، وفي شارع مليان أضواء ومزيكا، كان روزغار واقف بره الحانة اللي بيشتغل فيها شاب بسيط قلبه طيب وعايش يوم بيومه، بس وراه ماضي تقيل محدش يعرفه غيره. وفي اللحظة اللي قرر يرجع فيها البيت، صاحبه اتصل بيه وقال له خد التاكسي وروح الحاجة دي بسرعة. وافق روزغار وركب التاكسي وهو مش واخد باله إن حياته هتتشقلب كمان لحظات. وهو ماشي فتحت باب التاكسي بنت رقيقة شبه الملاك اسمها هايال، طالبة قانون، بنت عيلة كبيرة متربية على النظام والالتزام. عكس روزغار تماما، ركبت وهو اتلخبط، قلبه وقع من أول نظرة. وهي كانت شايفة فيه حاجة مختلفة، عفوية وحرية كانت بتتمنى تعيشها. الرحلة الصغيرة دي اللي كان المفروض تبقى زي أي مشوار عادي، بقت لحظة واحدة قلبت حياتهم هما الاتنين. قربهم من بعض، بدأوا يشوفوا بعض بعدها، مرة صدفة ومرة متعمدة. ضحك، خروجات، كلام كتير تحت المطر. وهيال اللي طول عمرها محبوسة وسط قواعد عيلتها، لقت الحرية معاه، وهو اللي عمره ما فكر